يا أهلا وسهلا فيكم. الذبابة قاعدتها بسيطة، عبارة عن وحدة وثلاث، وقد تتسع الذبابة وتصبح من الدامات الغامضة، مثل ما راح نشوف دامات الأستاذ شادي راح يحول دامة الذبابة إلى ديناصور. شوفوا معي دامة الذبابة هذه أساس دامة الذبابة. دامة الذبابة لفيكتور حنة مجبور ياكل هذه. صارت الحين دامة الذبابة. دامة الذبابة أو منصوب الذبابة لفيكتور حنة كيش 3. طبعا إذا أكل هني يأكل 1 2 3 4، وإذا أكل هني يأخذ الذبابة. بهالنقلة الأصفر يعني سوى فخ جميل، قال له أكل 2، وأخذ هالعكاز. الحين صارت على الأسود دامة الذبابة. طبعا ما راح يضحي بالشيخ، ما راح يسلمه، طب هني يعطيه 2 واخذ الذبابة على الدامة. ذبابة جميلة وبسيطة لمنير خلف. صارت الذبابة. من الدامات الجميلة واللي دائما تصير مع اللاعبين. ذبابة على مرحلتين، يعني نقدر نعتبرها من اللعب المزدوج، إلا أن وضعتها مع دامة الذبابة. بدايتها نقرة ثم ذبابة. ذبابة جميلة لناصيف اللحام، واللاعبين دائما ياخذونها وتصير على عدة أشكال. ذبابة جميلة موجودة في كتاب ناصيف اللحام الجزء الأول.
من الذبابات الجميلة اللي تصير باللعب طبعا مخير ياكل 3 بهذه أو بهذه. أفرض أكل بهذه، طبعا نفس الشيء. صارت الذبابة. هذه الدامة أخذتها أكثر من مرة بعد ما علمني إياها بطلنا عبد الله الكندري. دامة الذبابة للحاج محمد علي الداعوق، من الذبابات المخفية. الحين بدينا نغزر شوي باللعب. مجبور ياكل بالشيخ 2. لعبة جميلة. دامة الذبابة للأستاذ شادي. طبعا هذه اللعبة على أساس بس أوريكم كيف الذبابة تكبر وتصير غول. ياكل بالدامة. صارت دامة الأربع أو نباطة. تقطع ثم بعدها ياخذ الذبابة. دامة الذبابة للأستاذ ناصيف اللحام راح أخليها لكم من غير حل. وهي دامة بسيطة، يعني دامة بسيطة مثل ما وضعت لكم المقلوبة من غير حل أيضا بسيطة، وحتى هالمقلوبة مو موجودة بالكتب، يعني من اللعب المتداول. أنا هدفي مو أن أعجزكم، إنما الفائدة يعني لكي تستفيدون من اللعبات وشلون تبتدون تفكرون فيها. كتبوا لي بالتعليقات خطوات الحل. يعطيكم العافية. وصلنا معاكم إلى نهاية المقطع، نلقاكم بإذن الله مع دامة عرض. مع السلامة.